اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد. صباح الخير على احلى واغلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صباحكم ابيض زي قلوبكم، ربنا يجعل يومكم مليان بالخير والود والحب والموده والبركه وراحه البال. ربنا ييسر لكم اموركم ويروق لكم بالكم ويفك كربكم جميعا، وانا وياكم يا رب العالمين. صباحكم ابيض زي قلوبكم، يومكم صباحكم مشرق بنور الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدأ الكلام تعالوا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونبدأ ببركة بسم الله. طبعا انا حبيت كده اشارك معاكم كده النهار وهو بدأ يطلع، كنا بعد صلاة الفجر، فلقيت الجو كده كله راحة وكله هدوء كده وسكون كده والجو هادي جدا. فالنهار بدأ يشقشق كده ويطلع، فحبيت اشارك معاكم كده. طبعا ما قدرتش اقف اكتر من كده بقى لشروق الشمس والكلام ده كله، لان كنت مطبقه ومحتاجه انام. فقلت كده اما اوريكم كده جزء. كان اليوم ده فيه شبوره جامده يعني، كان الجو حر جدا. فده كان المنظر. طبعا بالنهار بيبقى شكل تاني طبعا، لان كل البياض اللي شايفينه ورا ده كله خضار، كله خضره. وبعد كده بقى ده كنت ساعة ما كنت بصلي الفجر وقيام الليل. فحبيت كده اخد لكم صورتين كده عشان ايه افكركم كده بالصلاه بتاعتكم ورد اليوم بتاعكم ان شاء الله. وبعد كده بقى نمنا وصحينا وقمنا بقى عشان نجهز الفطار مع بعض. عملت لهم كده ايه بتنجانيه واحده، قطعتها وفلفل مقلي وبطاطس محمره وقشطه ونوتيلا وبيض مسلوق وجبنه رومي، وطبق كده طبعا فيه مع خيار وفلفل وطماطم شرايح. وقدمت لهم كده الفطار عشان نفطر سوا واشارككم كمان، وكمان اديكم فكره عن الفطار ممكن نعمل ايه وممكن ما نعملش ايه. مش لازم كل يوم يبقى جبن، ومش لازم كل يوم يبقى فول، حاجات كتير ممكن نعملها في الفطار. انا ما حطيتش على البتنجان والفلفل توم خالص، لان كنا الصبح بقى احنا قايمين نفطر، فبلاش توم، هي رشه فلفل كده، رشه ملح على رشه كمون وكزبره ومعاها عصره ليمونه وبس كده. هنا بقى حبيت اشارك معاكم المسحوق اللي انا بستخدمه في الغسيل كده، واديكم فكره برضو، وكمان تقولوا لي في الكومنتات انتوا بتفضلوا ايه، الاوكسي ولا انواع تانية. انا عن نفسي بفضل الاوكسي في الغسيل، حتى في المواعين احيانا بجيبه، وبجيب اللي هو الفيبا. وده فريدة طبعا. كلنا عارفين معطرات فريدة عامله ازاي. انا اتفاجئت طبعا من فتره ان هم عملوا منه معطر الهدوم، حاجه بصوا خيال كده. بصوا ريحه يعني مجرد كده ما تفتح الازازه، حتى لو سبتها في اي مكان بتلاقي المكان كله ريحته ريحته جميله جدا. انا هنا بحب الاوكسي بريحه اللافندر، اي نوع تاني ما بحبوش في الغسيل، اي ريحه تانية عامه، بس الاوكسي نفسه عامه انا بفضله في الغسيل وبرتاح ليه عن اي مسحوق تاني، ان جربت كل المساحيق ما ريحنيش غير الاوكسي صراحه يعني. وطبعا فريدة طبعا احنا عارفين بحب المعطرات بتاعتها جدا، سواء في المسيح او في معطرات الجو، وفي الهدوم كمان طلعت بصراحة فاجئتني يعني. وهنا طبعا الكلور طبعا انا بستخدمه في الفوط البيضة او الهدوم البيضة فقط لا غير، ما بحطهاش مع هدومنا عشان خاطر الولاد والحساسية. وبحط منها جزء في مع الصابون السائل في المواعين لو انا عندي سمك او حاجة فبتحوش الزفارة. تمام. فانا حبيت اشارك معاكم كده. كان عندي وقت، كنت وقتها هفصل بس ما شاركتش معاكم الغسيل، بس انا وريتكم المسحوق اللي هستخدمه. وعايزه اقول لكم ان الكيسه ب20 جنيه بعد ما صورت معاكم. ابني دخل الحمام، كنت دوبك ما غسلتش منه غير دور واحد والله العظيم، قام كاب الكيس على الارض وفتح عليه الميه. تخيلوا بقى المنظر. والحمد لله هنا بقى كان عندي شويه مواعين خلصتها كده، ونضفت المطبخ كده وكان هادي ورايق وزي الفل والحوض فاضي. بص الراحه النفسيه لاي ست مننا ان المطبخ بتاعها يكونش فيه مواعين، وثبت الغسيل ما يبقاش فيه هدوم ولا اي حاجه خالص. فيلا كده قومي يلا كده تشجعي كده واغسلي مواعينك واغسلي لو عندك هدوم. آه خدي بصي شيلي نفسك كده بطاقه وباور كده، وما تخليش حاجه لبكره. طبعا اضافه الملايات اللي انا بستخدمها يوميا بتاعه الاطفال، ودي الفوطه اللي بستخدمها في شكل يومي. طبعا ايه برتبها كده دايما من وقت للتاني بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، مش عشان التصوير اقسم بالله. انا بنضفها كده دوما، يعني باخدها مرتين في الشهر او مره كل شهر او شهر ونص، يعني مش كل شهر على طول. انما بلاقيها بقى مش متظبطه وبتاع وتطبق اي كلام، باخدها كده بطبقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بعمل لهم شكل كويس جدا. حتى لما باجي افتح الدولاب كده بلاقي حاجه شكلها كويس، فنفسيتي انا بترتاح. تمام.
فدي مش حاجات متعانة ولا اي حاجة، دي حاجات انا بستخدمها بشكل يومي. الفوط، تغيير الملايات اللي فوق دي كوفرتات سواري بفرشها من وقت للتاني برضو، مش عينها لمناسبات معينة. هنا بقى الغدا كنا عاملين سلطة. طبعا الغدا ده من زمان بس احنا كنا عاملين زيه يعني. عاملين سمك بلطي مشوي وبصل بالخل وسلطة طماطم عادية ورز ابيض وخضرة. غدا سهل وغدا بسيط جدا واقتصادي جدا وحلو جدا 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 يعني. بس ده كان الغدا بتاعنا، وده كان الروتين بتاع النهارده. وحبيت كده ايه اشجعكم كده واديكم طاقه كده واقولكم يلا اتحمسوا كده، واللي عندها اي حاجه تقوم تعملها ما تاجلش حاجه تاني يوم، وتشجع كده وتستعين بالله. وهنا بقى حبيت اكافئ نفسي بعد يوم طويل جدا نصه ما جاش في التصوير بكوبايه قهوه كده حلوه، عشان ايه افوق بقى لبقيه اليوم. ما احنا مش معنى ان عملنا الغدا واتغدينا يبقى لسه، لا ده في حاجات كتير جدا بعد الغدا. وهنا بقى حابه نجيب للولاد شويه بلالين كده عشان لما يصحوا من النوم يلاقوا كده البلالين يلعبوا بيها كده ويقوموا مبسوطين، وندخل على قلبهم البهجه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه وروتين جديد ووصفه جديده. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.